هاد السيد اللي كتشوف قدامك فاجئ العالم. هذا ماشي دياز وماشي حكيمي باش يستحق البالون دور، هذا هو البالون دور شخصيا ديال المغرب. هذا هو الفتى الذهبي اللي من حقه يقول بلادي ما عطاتنيش. هذا ود المغرب ود قصبة التادلة، اخترع وابتكر اجهزه ممكن تنقذ بلادنا والبشريه كامله، خلى المستحيل يولي ممكن. اليوم غتسمع وغتشوف بعينيك باللي هاد الشخص ماشي عادي، هذا مخترع يا ناس، هذا مبتكر يا ناس. يوسف ايتبونو بموارد بسيطه وبموارد بسيطة وإرادة قوية. جدو زعما عنده حتى للدار وصوراته بابسط الامكانيات. يوسف ايتبونو امازيغي الاصل، مغربي حر باكثر من 8 الاختراعات فاجئ العالم، منها آلة استخلاص الهيدروجين. وما ادراك ما الهيدروجين؟ الهيدروجين اللي كتسابق عليه حاليا امريكا والصين. الهيدروجين الطاقه اللي غتحكم العالم في المستقبل. ابتكر جهازا لاستخلاص غاز الهيدروجين من المياه المالحة. يد الروبوتية لذوي الإعاقة. علما أنني صوبتها فقط بمواد أولية نظرا للظروف المادية. اخترع وابتكر طريقه لحمايه الطائره المسيره من الاختراق، محرك كيعمل بالماء والهيدروجين كيساعد على تقليل استهلاك الوقود. هاد السيد نابغه الاخوان، وهاد الشيء كامل وعنده دبلومات وشهادات. هذا هو اللي يستحق يطلع في المنصه الشرفيه. زيد عليه اخترع يد روبوتيه الاولى والثانيه. خليكم تشوفوا الفيديو، انا ما بقيتش قادر نشرح. مثلا نبغيو نهزوا واحد القرعه ديال الماء، فالشخص اللي مفطوره ليه اليد راه ما عندوش اللي غادي يعاونو باش يهز القرعه تاع الماء، ما عليه غير يقرب القرعه تاع الماء ويقول بسم الله. غادي يهز القرعه تاع الماء، غادي يشرب ولا غادي يهز الكاس تاع القهوه ولا غادي يحط القرعه، غادي يقول الحمد لله وغادي يحط القرعه بكل سهوله. ولد قصبة التادلة ما فكرش يهاجر، ما فكرش يخلي بلاده، ضحى بالمستقبل باش ينقذ بلاده. رغم هادشي كامل يوسف ما استسلمش، واليوم قرر يدخل اللائحة الانتخابية باش يدعم المشاريع ويدعم الشباب. خليكم تسمعوا شنو قال. وانا اصلا دخلت لهذا الحزب غير باش نمول ان شاء الله هذه الابتكارات، باش انني نزيد نطور هذا البحث العلمي ونخلي الشباب انهم ينفتحوا على فرص الشغل، ونزيد نطور التكنولوجيا بصفه عامه. وانا كنسجل هذا الفيديو القهرة شدتني على ولد بلادي اللي ضايع، على ولد بلادي اللي ما لقاش فرصة، على ولد بلادي اللي فكر يهاجر. علاش يا مسؤولين ما كتسمعوناش؟ علاش يا مسؤولين ما بغيتوش تجلسوا معانا؟ علاش يا مسؤولين حقرتوا الشباب وطيحتوا من قيمته؟ علاش ما خليتوش العلم يبان؟ علاش ما خدمتوش البلاد؟ اليوم عيب وعار عليك انت كمغربي اللي كتشوف هذا الفيديو ومتشارك الصوت هذا النابغة، متشارك الصوت هذا المخترع هذا المبتكر. اليوم قصبة التادلة محتاج دعمنا كاملين. اليوم هذا الشاب محتاجك انت اللي كتشوف هذا الفيديو، محتاجك تبارطاجي وتوصل صوته، محتاجك تخلي ليه تعليق زوين. اليوم غيقرا كل شيء وغيشوف كل شيء. علاش ما نخليوش بحال هاد الشباب يبانوا؟ انا درت اللي عليا، جا الدور باش دير اللي عليك وتوصل صوته.